الناس اللي بتفطر وبعد الفطار بيحصل زي تسارع في القلب، في ضربات القلب والم في الصدر كمان والالم في الصدر بالظبط. فده ممكن يكون سببه ايه؟ وهل في علامات معينه ممكن مثلا لو ظهرت تستدعي ان انا اروح للدكتور، ولا الموضوع ما فيهوش قلق؟ كويس قوي انك سالت السؤال ده. بص، هو مبدئيا الموضوع متكرر اكتر في رمضان. ليه بقى؟ لان انا قاعد طول اليوم معدتي فاضيه. الناس بتبقى عندها قناعه ان انا طول ما انا صايم انا تعبان، مظبوط. انا مش قادر اعمل مجهود، انا مش قادر اتحرك. لا، هو انت ممكن اول كام يوم في رمضان تحس الاحساس ده، لكن بعد كده انت يعني صايم انت هيلثي اكتر. يعني مربط الفرس في ايه؟ الاكلات الدسمه وبكميات كبيره على الفطار. تمام، دي مشكله بالظبط كده. يعني غالبا كل الاسباب اللي هقولها دلوقتي ليها علاقه بالاكل الدسم. اكلت اكل دسم وانا اصلا عندي ارتجاع في المريء، تمام، فالحمض هيرجع على المريء فيحس بالام في الصدر او ضربات سريعه بتشبه الايه؟ بتشبه الام القلب بالظبط. صح. طيب في ناس عندها قولون عصبي وبيجي لهم انتفاخات وتضغط على الحجاب الحاجز ويبدا يحس برضه بالنهجان والضربات. ده بيبقى بعد اكله دسمه. تمام. الاكلات الدسمه نفسها لما بتاكل بكميات كبيره بعد الفطار الدم كله بيروح للجهاز الهضمي وده بيبقى لود على القلب، فبرضه القلب بيرد ده ايه؟ ضربات سريعه.